الاخوان السلام عليكم. المغاربه كاملين شافوا البيان الرسمي اللي خرجت به الوكاله للسلامه الطرقيه ديال المدونه ديال السير ديال الدراجات الناريه والقوانين الجديده اللي غادي تطبق على الدراجات الناريه في المغرب. بزاف ديال الناس ما عجبهمش الحال، وبزاف ديال الناس ما عجبواتهمش داك القضيه ديال 49 سي سي ما تفوتش 57 كيلومتر في الساعه. بزاف ديال الناس جاهم تناقض في هاد 49 سي سي ما خصهاش تفوت 57 كيلومتر في الساعه. غير بشويه عليكم في هذا الفيديو غادي نفهمكم باي حاجه، فقط تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. اول حاجه الاخوان 49 سي سي حقيقيه ما غاديش تفوت 57 60 كيلومتر، الا فاتت بزاف تقدر تطلع ل 65 كيلومتر في الساعه. هذه بعدا واحد الحاجه، لان الماكينه ديال اي موتور عفوا كتجي ماكينه كبيره قابله للزياده، واخا داك 49 سي سي كتكون حقيقيه الكيلومتراج كيتزاد راسو مع الروداج ديال الموتور. هادشي هذا كلشي عارفه. المهم الاخوان بزاف ديال الناس ما عجبهمش هذا الموضوع ديال 49 سي سي ما خصهاش تفوت 57 كيلومتر، وحتى الا كان عندك موتور قانوني ستوندار 49 سي سي غادي يديوه لك البوليس. بزاف ديال الناس حسوا بالتناقض في هذا البلان هذا، ولكن الا جينا نشوفوا بان البيان الرسمي ديال الوكاله للسلامه الطرقيه علاش خرجت بهذا البيان هذا ودفعت الناس هذا التقرير هذا ولا هذا البيان هذا ديال الوكاله للسلامه الطرقيه بحال اللي كيدفع الناس انهم يديروا البيرمي، وهذا بحد ذاته الاخوان غادي يكون في الصالح ديال اي مواطن كيسوق دراجه ناريه. انا الاخوان قانوني، ولكن في نفس الوقت غادي نعطيو لاي حاجه الحق ديالها، لان البيان الرسمي اللي جا كيدفع الناس انهم يديروا البيرمي، وهذا البيرمي ديال الدراجات الناريه راه في الصالح ديال اي واحد كيسوق موطور. الوكاله للسلامه الطرقيه شافت بان في 2024 ازيد من 400 الف حادثه ديال الدراجات الناريه، واكثر من 100 الف واحد اللي مات، وباقي الناس كيموتوا في 2025 بالدراجات الناريه. هذا علاش خرجوا بهذا التقرير هذا باش يدفعوا الناس انهم يعرفوا القانون ديال السير ويقراوا القانون ديال السير وتقلل الحوادث ويقلوا الموتى ديال الدراجات الناريه. هذا علاش انا كنقول البيرمي في صالح اي واحد غادي يسوق الموطور. حتى لهنا كلشي مزيان. الحاجه الوحيده اللي بغيتكم انتم كناس اللي كتنتقدوا هذا الموضوع ديال 49 سي سي ما تفوتش 57 كيلومتر، خاصكم تهضروا على البيرمي. وانا بحد ذاتي في هذا الفيديو غادي نهضر على البيرمي يكون في صالح الدراوش. وكيف ما كنقول دائما في اي فيديو، الدراوش هما اكثر واحدين قانونيين عندنا في البلاد، هما الدراوش. كيبغي غير يكون درويش ويمشي ويكون بخير مع راسو، عنده موتور عنده طوموبيل، يكفي انه يكون قانوني بوجهه احمر بحالي انا الاخوان. كذلك غادي نطالبوا الوكاله للسلامه الطرقيه ان هاد رخص السياقه، سمعوني مزيان، ديال الدراجات الناريه اللي كتعدى 49 سي سي انها تكون في متناول الجميع. مثلا الا كان عندي 70 سي سي وكان مطبق عليا البيرمي، على الاقل البيرمي ما خصوش يفوت 700 درهم 800 درهم. الا طلعنا ل 110 سي سي وطبق عليا البيرمي 1000 درهم 1200 درهم، طلعنا ل 125 سي سي وضروري بالبيرمي يكون بواحد 1700 1600 درهم. يعني البيرمي يكون في متناول ديال اي واحد يقدر يدوز البيرمي. هذا هو الشيء اللي خاصنا نهضروا فيه باش نكونوا قانونيين ونكونوا كنحميو راسنا، كنحميو الناس اللي معنا في الشارع، وكنحميو راسنا من الدراجات الناريه ولا قدر الله من الحوادث بالدراجه الناريه. اللي عجبوا الفيديو الاخوان كنظن بان هذه هي الخلاصه ديال التقرير. بارطاجيو هذا الفيديو، تلقاو شي فيديو اخر. السلام عليكم.